نطلع من الزمالك ونروح على الاهلي وعلى تفاصيل اجتماع كابتن وليد صلاح الدين مع لعيبه الاهلي النهارده. اجتماع اهم عنوان فيه تهديد ووعيد وتجميد وتحذير وكل حاجه، كل اللي عايز تقوله قوله. خصم مستحقات عن الفتره اللي فاتت، عن النتائج، عن المستوى، عن الانانيه، عن التعالي في الملعب، عن عدم تعاون اللعيبه مع بعضها، عن حاجات كتير جدا ملخصها في مبالغ اتخصمت من اللعيبه الفتره اللي فاتت، مع تجميد مستحقات. يعني انت كده كده مش تاخد فلوس لحد ما النتائج ترجع والمستوى يرجع والاهلي يرجع، والفلوس دي لما هترجع بناء على المستوى اللي هيرجع هترجع ناقصه، عشان نبقى متفقين. يعني مفيش حاجه اسمها الخصومات دي هتتشال، مش هتتشال. الحاجه الاهم والنقطه الاهم، اللاعب اللي هيستمر على نفس المستوى والاداء الفني جوه الملعب وبره الملعب، والمستوى اللي نقدر نقول ايه الشخصيه، التعامل مع زمايله، مع الجمهور، مع المنظومه كلها، مش هيلاقي نفسه مكان جوه الفرقه، هيبقى تجميد كمان من المشاركه. فده كان ملخص اجتماع النهارده الاهلي، جوه الاهلي، اجتماع كابتن وليد صلاح الدين مع اللعيبه.